أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج طبيبكم مباشر. في موسم الحج لا تختبر فقط طاقة الأبدان بل أيضا صمود الحواس أمام مشقة الطريق وزحام المناسك، ومع كل هذه الظروف تظل العين أكثر ما يحتاج للعناية والوقاية. من هنا يبرز الدور الحيوي لمركز صحة العين من مدينة الملك عبد الله الطبية، حيث يتحول البصر من تحدي صحي لأولوية إنسانية. باسمي واسمكم نرحب بالدكتور ناصر الصاعدي، استشاري صحة العين. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أحمد، ونشكر لك عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية. الله يجزاكم خير، بالعكس نورتنا وقامة طبية كبيرة شرفنا فيها، الله يسعدك. دكتور، بداية استعداداتكم لمركز صحة العين في الحج، وإيش هي أبرز التحديات البصرية أو الحالات اللي استقبلتوها ما قبل الحج؟ طبعا غالبا يكونوا حجاج موجودين من قبل، صحيح. فأكيد تجيكم نوعية من الحالات، يا ريت تفصل لنا فيها دكتور. طبعا كما تعلم أستاذ أحمد، تشهد مكة المكرمة حاليا تدفق حشود مليونية من الحجاج من شتى بقاع الأرض. تبرز الحاجة الماسة إلى جهود رعاية صحية تخصصية للحجيج، وقد أولت دولتنا رعاها الله صحة الحاج أولوية ذات أهمية قصوى. ويعد مركز صحة العين ممثلا في مدينة الملك عبد الله الطبية أحد أهم محاور تقديم الرعاية الصحية التخصصية للحجيج. استعد مركز صحة العين حقيقة من قبل موسم الحج، استعد عن طريق تعزيز عدد الكوادر الطبية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للحجيج، وكذلك زيادة عدد العيادات، منها العيادات التي تقوم بعمل العمليات الصغرى والعيادات التخصصية، توفير أحدث الأجهزة للتشخيص وأحدث الأجهزة في العيادات لإجراء الفحوصات العينية وأجهزة الليزر والتصوير، نعم، والتي تساعد على الوصول إلى التشخيص الصحيح بكل أمان. كذلك زيادة عدد وجدولة عدد العمليات، أيام العمليات وساعات العمليات، ووجود عدد من الأطباء في تخصص طب العيون ومساندتهم في مستشفيات المشاعر. في تواجد ميداني. نعم، يوجد هناك تواجد ميداني، عدد من الأطباء موجودين في مستشفيات المشاعر من مركز صحة العين. وكذلك العمل على توعية الحجيج مثل عقد هذا اللقاء اللي نعمله الآن، هذا يعد أحد الاستعدادات علمكم، الله يجزاكم. نعم، وأيضا التنسيق مع مستشفيات التجمع مكة المكرمة الأخرى، صحيح. في استقبال وعمل آلية استقبال الحالات العاجلة وإمكانية التدخل السريع في وجود الحالات الطارئة للعين. جهود كبيرة ومذكورة ومشكورة، خصوصا في موسم الحج السابقة والحج بإذن الله السنة هذه. نعم. المحور آخر دكتور، اعتقاد عام عند الغالبية سواء حجاج أو غيرهم، إنه المشاكل العين إذا ما كانت مؤلمة فهي ما تعتبر مشكلة. هل في تخصص صحة العين أمراض صامتة تشكل خطر سواء أثناء مناسك أو بشكل عام في الحياة العامة؟ إيه نعم، صحيح. هذا يعد من المفاهيم الشائعة والخاطئة حقيقة، أنه لا بد أن يكون في العين ألم على أساس أروح لطبيب العيون، وهذا من المفاهيم الخاطئة. بل بالعكس، يوجد عدد من الأمراض اللي ممكن تصيب العين مثل اعتلال الشبكية السكري وارتفاع ضغط العين وما يسمى بالجلوكوما أو الجلوكوما، والتي تكون صامتة بدون ألم. ومن هنا ينبع أهمية الكشف عند طبيب العيون، الكشف الدوري، في حال وجود مثل هذه المضاعفات يمكن علاجها وتفاديها، خصوصا في المراحل المبكرة لها. بالتالي عدم وجود ألم لا يعني أن هناك لا يوجد مرض يعني، والأهم نعم أصحاب الأمراض المزمنة يعني. نعم، خصوصا كبار السن، مرضى السكري. يعني. نعم. من متى مفترض يبدأ الإنسان يراجع؟ طبعا احنا نعرف في سن الشباب ما حد هيبدأ، لكن متى السن المفترض أنه يبدأ يسوي مراجعة دورية بشكل حثيث ومستمر؟ نعم، يعني في سن الطفولة ينبغي عند الولادة، أي حتى التأكد يعني. نعم بالضبط، عند عمر شهرين، 6 أشهر، عمر سنة، قبل الدخول إلى المدرسة. حتى لو هذا نتكلم عن المراجعات الدورية، حتى لو المريض لم تجد عليه أي شيء مثلا حول أو شيء، لكن لو في حول ممكن يكون المراجعة، يعني حتى الأهل بيروح يوديه للطبيب العيون. بعد ذلك في حال أنه المريض يقدر الآن هو يبدأ يشتكي، مثلا يدخل المدرسة يقول لك أنا مثلا ما أشوف السبورة أو كذا، فين يحتاج إلى كشف دوري للبصريات.
عند سن مثلا منتصف ال40. تمام. هذا اللي كانت شائع نعم الفترة ذي يعني، وشائع عند كثير إنه يقولون من سن ال40 تبدأ الأمور خصوصا النظر القريب، فغالبا يحتاج نظارات. برضو مرضى السكري من النوع الأول يحتاج إلى الكشف بعد التشخيص ب5 سنوات. السكري من النوع الثاني عند التشخيص لابد أن يعمل زيارات لطبيب العيون وكشف للشبكية بشكل دوري. نعم. الله يجزاكم خير. طيب يا دكتور، لما يتكرر التعرض للشمس والغبار، وهذا غالبية الجو اللي عندنا وخصوصا في مكة، الحرارة عالية جدا. نعم صحيح. الغبار موجود، الشمس قوية، زي ما ذكرنا ممكن تسبب جفاف العين. إيش هي أبرز النصائح حتى يكون الوقاية أفضل من أنه يوصل مرحلة العلاج؟ إيش المفترض أنه يسوي احتياطا واحترازا قبل ما يبدأ يعيش هذا الأجواء؟ اي نعم استاذ احمد، كما تعلم انه الان الحج يعني يقع في موسم الصيف، فننصح الحجاج وكذلك المساندين مع الحجيج مثل من يقدمون الرعاية الطبية في الميدان أو رجال الأمن والحجيج كذا، ننصحهم بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة عن طريق حماية العينين عن طريق لبس النظارات الشمسية الواقية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية. كذلك أن يكون في حقيبة الحاج القطرات الترطيب، الإكثار من السوائل والماء. أيضا يكون في حقيبة الحاج مناديل معقمة، وكذلك الاهتمام بغسل اليدين قبل ملامسة العينين، لأنه ممكن تعرف يعني وجود حشود مليونية، صح. فممكن أن ينتقل العدوى عن طريق التلامس ووصولها إلى العين. أيوة. العدوى الفيروسية. حك العين مع الحرارة. نعم بالضبط. نعم بالضبط. فننصح الحاج بالاهتمام بغسل اليدين والنظارة الشمسية، وجود القطرات المرطبة. وهناك بعض الحجيج من لديه إشكاليات بصرية قبل أداء الحج، مثل مرضى السكري أو مثل المرضى اللي يحتاجون إلى قطرات مثل لخفض ضغط العين. عليهم الاهتمام بهذه القطرات، اهتمام بتخزينها، عدم مشاركة القطرات مع الأشخاص الآخرين لتجنب العدوى. مرضى السكري الاهتمام بالعمل على ضبط السكري خلال هذا الموسم، وكذلك الاهتمام بلبس القبعة أو المظلة بعد يعني أداء تخفيف الحرارة. نعم بالضبط. طيب دكتور، أنا كشخص عام ما أنا متخصص، كيف أعرف أن حالة الشخص الأمامي إيش المؤشرات اللي تخليني أعرف أن هذا الحاج أو هذا المريض يحتاج إلى رعاية رعاية طبية عاجلة الآن، تحتاج إلى النقل إلى مركز صحي؟ فإيش هي أبرز المؤشرات؟ نعم، أبرز المؤشرات والتي قد يمكن أنت لا تراها لكن المريض يشعر بها على طول، اللي هي مثلا نقص النظر المفاجئ. تمام. في حال حدوث نقص نظر مفاجئ أو حدوث مثلا يرى المريض عوائم جديدة أو فلاشات، مثلا يقول لك المريض مثل الإضاءة أو الوميض. نعم. ينبغي يعني الكشف على العين، لأنه قد يكون هناك يعني اعتلالات ممكن تحصل من هذه الأعراض، مثلا وجود انفصال شبكية، أو عند مرضى السكري يكون مؤشر على وجود نزيف في السائل الزجاجي. اي نعم. انفصال الشبكيه دكتور، نبغى نفهم المفهوم هذا، تردد كثيرا صحيح، وخصوصا في اخبارنا من المدينه اللي كانت طالعه خلال الاعوام السابقه، كانت بترد اسئله ايش هو انفصال الشبكيه يعني وكيف يحدث؟ اي نعم. انفصال الشبكيه، طبعا الشبكيه هي الجزء المبطن لجدار العين الخلفي. يكون انفصال الشبكيه عن طريق ترقق او ضعف في اطراف الشبكيه، فمع تحلل السائل الزجاجي وانفصال السائل الزجاجي، خصوصا مع الجفاف، مع المشي، لأن السائل الزجاجي 99% من السائل الزجاجي ماء، فمع الجفاف ممكن أن يؤدي انفصال السائل الزجاجي إلى حدوث ثقوب في أطراف الشبكية. الثقوب هذه تساعد في الوصول السوائل إلى تحت الشبكية، ومن ثم انفصال الشبكية. وانفصال الشبكية إذا تعدى ووصل إلى مركز الإبصار يعد أمر خطير، ينبغي إجراء عملية في أسرع وقت ممكن. انفصال الشبكية يعني العمى التام، صحيح؟ هو ما يؤدي إلى العمى التام، ولكن مع وجود الحمد لله الأجهزة الجديدة والتقنية الجديدة ممكن للمريض أن يؤدي يعني عملية انفصال الشبكية في جراحة يوم واحد وتحت تخدير موضعي. نعم. ثاني يوم بعد العملية ممكن يرجع له البصر، وممكن يرجع ويمارس. نعم، ويمارس حتى نسك الحج. طيب يا دكتور،
أنتم في أرض الميدان وتمر عليكم حالات كثيرة، أكيد في مرت عليك قصص مؤثرة لحجاج، خصوصا لما يكون يجد عارض في عينه أو بصره، وخوفه من أنه يفقد فرصته في أداء الحج. إيش اللي أبرز الأشياء اللي مرت عليك من الحالات هذه؟ وصحيح كما تعلم أستاذ أحمد، يعني الحاج قد يكون أو أكثر الحجيج يكون هذه أول مرة مثلا يحج، صحيح. فيقطع المسافات الطويلة، ينتظر سنوات طويلة لأداء فريضة الحج، فهو يريد أن يؤدي فريضة الحج بدون أي مشاكل صحية قد تطرأ عليه. صحيح. فلك أن تتخيل إذا طرأت على الحاج مشكلة صحية وخصوصا تتعلق بالبصر، فالحاج يريد يسمع في مكة، يسمع في الكعبة، يسمع في المشاعر المقدسة، يريد أن يرى هذه المشاعر المقدسة، يريد أن يراها بوضوح، فعندما يطرأ عليه شيء يؤثر على البصر فلك أن تتخيل كمية الخوف التي تطرأ على الحاج من هذا الموضوع. صحيح. فهناك مثلا أتذكر قصة، هناك حاجة أتت إلينا بفقد النظر مفاجئ، فكانت يعني الحاجة لديها يعني حتى خوف شديد منها ما تكمل الحج، وأن البصر فقدت البصر خلاص ما يرجع. فتم طمأنة الحاجة الحمد لله واستقبال الحالة في أسرع وقت وجدولتها وعمل عملية إصلاح لانفصال الشبكية وحقن زيت السيليكون. ثاني يوم بعد العملية كان النظر متحسن بنسبة 70%. وتقدر تأدي مناسك. نعم. فالحاجة لما قلنا لها أنه مو بإمكانك تأدية مناسك الحج ولكن بدون يعني ضغوطات شديدة، بإمكانك تأدية مناسك الحج، يعني أنت بتشوف على وجهها خصوصا حتى أنه يعني يوجد يعني إشكالات في التواصل اللغوي. صحيح. نعم، حتى الحاجة تتكلم بلغتها وترى في وجهها تعابير الامتنان والشكر والدهشة من إمكانيتها من استكمال نسك الحج وانبهارها بالخدمات الطبية المقدمة، وكذلك رجوع الشوف يعني في وقت وجيز خلال يوم واحد. شيء عظيم. نعم. فعلا قد ممكن ما تقدر تحصل عليه في مخيلتها، لكن لغة العيون ولغة الدموع لغة عالمية الكل صحيح. مفهوم. حقيقة تستشف يعني الحمد لله جودة الخدمات التي نقدمها عن طريق هؤلاء الحجيج يجون من شتى بقاع الأرض، بعضهم يكون من دول متقدمة. يعني أنا أتذكر العام الماضي كان في حاج روسي، فكان منبهر من مستوى طب العيون الموجود عندنا، وكان طبيب تخدير هذا الروسي. ما شاء الله. أي نعم. فكان منبهر من كمية التجهيزات وكذلك الاستقبال والتعامل المهني الذي لقاه، وكذلك سهولة العملية والنتائج الإيجابية التي وجدها. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. الحمد لله. نعم. شاكرين ومقدرين لك دكتور. أهلا وسهلا بك. وسعدتنا وأفدتنا. البصر نافذة الشائع، ومن حق كل حاج أن يؤدي المناسك بوضوح وأمان، وما يقدمه مركز صحة العين ممثل بكم دكتور والكفاءات الموجودة. نحن هنا لنصون النور قبل أن يخفت، فليطمئن الحاج أنتم في أيدي أمينة. شاكرين ومقدرين لكم متابعتكم في برنامج طبيبكم مباشر، وإلى حلقة أخرى كونوا معنا. كان معكم إعدادا وتقديما أحمد خضر. كونوا بخير، في أمان الله.